السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت كده في يوم راضية عن ولادك وعايزة تدلعيهم بأكلة حلوة، أو الجو بارد وعايزة تدفيهم بأكلة لذيذة، تعالي نعمل لهم نجرسكو. هتقولي لي ما عندكيش سباكيتي؟ هقولك تعالي نعملها بمكرونة عادية، مكرونة قلم عادية. طيب ما عندكيش فراخ؟ ولا يهمك، هنعملها برضو، هقولك ازاي دلوقتي. بس قبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة في القناة، تعالي نعمل لايك واشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طاسة على النار وفيها معلقتين زيت، بعدها ننزل ببصلتين كبار حلوين مفرومين في الطاسة. هنقلبهم بس بالظبط دقيقتين، لان انا مش عايزة البصل تستوي، انا عايزاها اخد السكارة بتاعتها وتبقى نية شوية. هنحط الملح والفلفل الاسود وبنحطهم على البصل عشان يطعموا البصل كله ويتوزع الملح في كل البصل وفي كل الفراخ. هنا بقى شايفة معايا اي بواقي فراخ عندك تفيد من ولادك في كيس وحطيهم في الفريزر، هتعملي بيهم شاورما، هتعملي بيهم كفتة، هتعملي بيهم نجرسكو، كذا حاجة تقدري تعمليها بيهم، ولا تحتاجي ان انت تشتري فراخ مخصوص ولا اي حاجة خالص. ببواقي الفراخ اللي اتبقى عندك هاتيها قطعيها شرايح وتكون رفيعة كده طويلة، وبعدها هنضيفها على البصل اللي عندي، بس بعد ما يكون قلنا دبل بالظبط 5 دقايق على البوتاجاز. اهم حاجة ان احنا بنشيل الجلد من الفراخ دي، وبعدها هنضيفها على البصل. دلوقتي بقى الفراخ دي اصلا مستوية، فما فيش فيها صوص ولا حاجة. بنضيف لها فنجان مية واحد، وبعدين شوية جنزبيل، شوية شطة، شوية 7 بهارات عشان تطعمها وتديها طعم حلو. طيب عايزين نعلي التست قوي بقى ونزود القيمة الغذائية، فلفل الوان، فلفل اخضر، مش هتفرق اللي عندك هنحطه. هنقطع 3 حبات فلفل مكعبات صغيرة. الفلفل يا جماعة فيه فيتامين سي حلو قوي، فده مفيد للأطفال في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. هنضيفهم بقى دلوقتي على البصلة وما سيبوش كتير، مش أكتر من 5 دقايق، لأن أنا مش عايزة الفلفل يبقى يدبل ويبقى مش باين في الفراخ. بالعكس أنا بس بديله كده مجرد تقليبة مع الفراخ تاخد التست بتاعه وهو يطرى شوية وخلاص واطفي. قبل بقى مطفي بحط معلقة صلصة، ودي بقى اللي بتعلي الطعم قوي قوي. المعلقة الصلصة ما عندكيش ممكن تحطي شوية عصير طماطم، مفيش مشكلة، دقيقتين 2 وخلاص ونطفي عليها، وبكده الفراخ تكون جاهزة. تعالي بقى اعلمك ازاي تعملي بشاميل من غير ما يكلكع منك ولا يحبب ولا اي حاجة. هنحط معلقتين سمنة ومعلقتين زيت، والدقيق قد المادة الدهنية، يعني حاطين 4 هنحط 4 دقيق. هقلبهم كده على نار هادية على البوتاجاز، وبعدها هروح طافية بقى النار وابدأ انزل بالشوربة السخنة. بتكون الدقيق سخن والشوربة لازم تكون سخنة، او اللبن مش هتفرق، اهم حاجة يكونوا الاتنين سخنين. مش عايزاهم يبقوا سخنين وعندك الشوربة باردة، خلي الدقيق بارد والشوربة باردة. اهم حاجة ان يكونوا الاتنين زي بعض، وانزلي ايد تقلب بمضرب والايد التانية تنزل كبشة كبشة. في الحالة دي ولا عمره هيكلكع منك، ولا عمره هيبوظ، ولا هنحتاج بعد كده تعمليه في خلاط ولا تعمليه في كبة. شوية بشوية بالراحة كل ده وانا طافية النار. بعدها بقى خلاص حطيت كل كمية الشوربة او كمية اللبن بتاعتي، هنولع عليه النار وانا واقفة جنبه، ما سيبهوش، اخلي بالي منه. اول ما يبدأ يغلي اعرف كده ان هو البشاميل جاهز، اروح بقى ابدأ ارص في الصينية. عندنا بقى هنا دلوقتي المكرونة، احنا زي ما اتفقنا ان جريسكو يعني سباكيتي. طب ما عنديش، ما اعملش؟ لا هعمل. انا جبت هنا مكرونة قلم عادية خالص اللي بنعمل بيها البشاميل، وسلقتها نص سليق، لانك لو سلقتيها سلقة كاملة بتبقى معجنة ومش حلوة في الصينية. هنا نص سليق، وبدهن الصينية وبحط كبشة بشاميل على نص كمية المكرونة، وابدأ ارصها الطبقة الأولى في الصينية. بعدها بحط الفراخ الطبقة التانية ووزعها بالراحة كده على الصينية كلها. بعدين باخد نص المكرونة التاني وحط عليه برضو كبشة أو كبشتين من البشاميل، وابدأ أقلبها وارصها على الصينية من فوق. يبقى دي كده الطبقة التانية. في ناس بقى ممكن تعمل البشاميل مع المكرونة مع الفراخ
كلها في بعضها وتقلبها تقليبة كاملة، يعني كلها بتبقى متداخلة، وتحطها في الصينية وفوقيها البشاميل. كده ينفع وكده ينفع، والاتنين ما بيغيروش في الطعم. انا جربت الاتنين. طيب في ناس برضو ممكن تحط جبن جوه البشاميل. عايزه تحطي جبن في الصينيه حطيها جوه البشاميل، ما تحطيهاش على وش الصينيه، لان الجبن اللي على وش الصينيه بتتحرق بسرعه. كده تمام، الصينيه بقت معايا تمام جاهزه ومعظم مكوناتها مستويه. هتاخد في الفرن نص ساعه على الرف اللي في النص. كده يبقى عملنا النجرسكو بأسهل طريقة، ولا فيها تعقيد ولا فيها ولا تخافي بعد كده ان انت تعمليها. لو عجبتك الطريقة وعجبك الفيديو، لايك بقى للقناة واشتراك عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وألف هنا على قلبكم.